أهلا 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 أهلا. طيب في فكرة مسيطرة عليا بصراحة، وبصراحة جزء كبير من هذه التوثيقات اليومية هي مشاركة الأفكار الغريبة العجيبة الساذجة، أحيانا السخيفة، ربما في بعض الأحيان برضو. ففي فكرة مسيطرة عليا، فكرة هل عمرك حسيت ان انت مش تبع حاجة معينة؟ you don't fit any category. بمعنى ايه؟ مثلا انت وسط الملتزمين، لا انت راجل ليبرالي ومتحرر ومنفلت، وفي وسط الليبراليين والمتحررين انت المتزمت والمتشدد. دول بيبصوا لك كده ودول بيبصوا لك كده. يعني لا انت طويل ولا انت قصير، لو انت وسط الطوال عادي، وسط القصيرين برضو عادي. يعني لا انت تخين ولا انت لا انت سكيني فات، اللي هو ايه؟ اللي هو انت رفيع وتخين في نفس الوقت. اللي هو يعني مفيش حاجة بتيجي على مقاسك. تمام. حرفيا يعني الحاجة اما بتبقى واسعة شوية، اما بتبقى ضيقة حبتين وتضايقك. اوكي. على فكرة ده يعني انا متأكد ان انت ممكن تكون حسيت بحاجة زي كده، بس دي the story of my life، دي حياتي دايما 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 كده. اللي هو مش مفيش فكرة ان انت محسوب على حد او منتمي لحاجة او تبع حاجة. والإنسان على فكرة يعني بيحب ان هو ينتمي لشيء اكبر او شيء اضخم. بس سبحان الله، يعني دي قصة حياتي، ان انا لا انتمي لاي شيء، لا احسب على اي شيء. انا مش رياضي، يعني مش الشخص اللي هتقول عليه ده شخص رياضي، وفي نفس الوقت مش هتصنفني ان انا شخص مش رياضي. اللي هو ايه؟ انت فلاح بس ساكن في المدينة. فلاح المتنور. فسبحان الله، اللي انا اكتشفته ان انت مش لازم تفت اي من الحاجات دي، مش لازم يبقى ليك انتماء بشكل ما لأي الحاجات دي. انت ممكن تكون كل الحاجات دي مع بعض. يعني في الكوانتم فيزيكس او فيزياء الكم بيقول لك انت الشيء وعكسه ممكن يحصلوا في نفس الوقت عادي جدا يعني. اوكي. ففي تقارب عجيب ما بين مبادئ فيزياء الكم ومبادئ علم الاجتماع عامة يعني. زي فكرة ان مفيش حد بيبقى خير طول الوقت وفي حد شرير طول الوقت. اللي هو ممكن تلاقي واحد فيه خير كتير جدا تلاقيه يعمل حاجة سيئة، والعكس تلاقي واحد يعني شرير بشكل بشع وتلاقيه عمل شيء يعني فيه تضحية وفيه خير بشكل غريب. احنا كده this is us، هذا نحن البشر. ده احنا. تمام. فما تحسش بالاغتراب او بالغربة، وما تحاولش ان انت تحط نفسك في ايه تصنيف معين. عامل بالظبط زي طبق الكشري كده، او الخلطبيطه بالصلصه. اللي هو طبقة الكشري وما تقدرش تقول ان هو رز بس رغم ان هو في رز، ما تقدرش تقول ان هو مكرونه بس رغم ان هو مكرونه، ما تقدرش تقول ان هو عدس بس رغم ان في عدس. واخد بالك؟ وحاجات تانية كتير. فهو احنا كده، احنا تراكيب من حاجات كتيرة قوي قوي قوي. وشيء جميل، شيء جميل ان الانسان يبقى منفتح للاخذ والعطاء، ياخد ويدي يعني ايه مع الحاجات ديت، ويتعلم ويعرف. واخد بالك؟ وفكرة ان انت مش محسوب، او فكرة ان انت وسط الملتزمين او وسط المتشددين منفلت وسط المنفلتين متشدد. او ايا كان. فدي حاجة عظيمة جدا. انا شايف ان ده بصراحة شيء رائع. وده معناها ان انت في الناتشرال ديستريبيوشن او في التوزيع الطبيعي، انت في الحتة الخضراء. يعني دايما في اي حاجة كده بيبقى في ايه، حتة حمراء وحتة خضراء وحتة كده ايه لا صفراء او بعيدة. فانت ايه في الحتة اللي في النص، اللي هي الايه الحتة الحلوة. عارف اللي هي دي.
لو انت في المكان ده ما تزعلش او ما تحسش ان انت لوحدك. انت مش لوحدك، احنا كتير جدا 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 زيك وبشر عاديين يعني. بس حبيت بس اشارك معاك هذا الامر لكي لا تشعر بالوحدة يا صديقي. صديقي السكيني فات. Guess where is me. عاد ينتقل. ايه الاخبار؟ How is everything؟ كيف كل شيء؟ everything is green. حبيبي عم علي، زي الصحة والحاج، زي الصحة الله يخليك. I miss this. ذا اولد غريب، ما كنتش اقدر اعمل دي كده، ما كنتش اقدر اعملها. ممكن تكنفني كده؟ انا ممكن اشيلك وارميك في الترع عادي، ما حدش هيحسب. مش تعمل حتى اللي هي الطش بتاع الترع دي. بروح الجيم يعني. طبعا. تبص يعني رحلة تحول رهيبة، الراجل خس 70 وزاوت من غير روت. راجل الصبح اشرب فنجان قهوه واغسل وشي بميه، اقلل سكر، بس موضوع بسيط جدا يعني. ولا تروح تعمل عمليه ولا تعمل الكلام ده كله. ما تضربش مقص. لا مقص في اي حاجه. انت موضوع بسيط خالص، احنا بنصعبه على نفسنا. روتين بشرتك ايه يا فنان؟ سر بشرتك اقسم بالله. اما انا شفت واحده كانت اسمها ايه دي، كانت من الانفلونسر، عامله عند نفس الدكتور اللي انا عامل عنده. عامله عند نفس الدكتور وموجوده معانا في الجروب بتاع المتابعه، وبتنزل نصايح ناس زي يخسوا والدايت والبتاع، وبتنكر تماما انها عامله عمليه. انا مش فاهم ليه الموضوع ده عند الناس منتشر. طب ما تقول ان انت عامل عمليه، هيجرى لك ايه يعني؟ هحترمك زياده يعني؟ طبعا ده غير اللي انت راجل مش عامل عمليه. طب لا يا باشا، انا كله طبيعي. الطبيعي اكس. الطبيعي. الطبيعي اكس. طبعا الطبيعي وسنين الطبيعي. المشكله في الطبيعي بقى البار بتاعه عالي قوي يعني. الطبيعي في اي حاجه بقى مش طبيعي. صح. وللاسف كل اللي بيقول لك انا طبيعي مش طبيعي. انا بحترم جدا الشخص بحترم جدا الشخص اللي بيطلع يقول يا جماعه لا انا مش طبيعي، انا واخد كذا وباخد كذا واخد سايكل مش عارف ايه. براحتك يعني. بس فكره ان انت توصل لدرجه مش طبيعيه وتوهم الناس ان دي حاجه طبيعيه، فدي حاجه مؤذيه جدا 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 يعني. حاجه مؤذيه جدا. صح. بمناسبة موضوع مش طبيعي ده، كان في واحد بيقول لك يا ابني انت مش محتاج تقعد تحلف ان انت طبيعي، انت باين عليك انك طبيعي. الفورمه اللي انت فيها دي اصلا ما ينفعش تيجي من اي حاجه. اخويا الفرنه. الحمد لله. الحمد لله. شايف انا بحب اجواء الخريف قوي يا اسطى، قوي والله العظيم. جميل. السحاب المتهدم ده كده مع احنا طالعين اصلا في الايه بعد الجولدن اور بسيكا يعني، واخد اضاءه دي عايزه فيديو، دي عايزه فيديو. والله الشمس بتروح مننا هناك اهي. كانت ايام جميله يا اخي، ربنا يرجعها باذن الله. يا ان شاء الله. بس لو رجعت احنا ما عادش عندنا طاقه بصراحه. ماشي.